حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من هجوم جديد يستهدف الشرق الأوسط والمسلمين باستخدام القدس أداة لتنفيذه. وأكد خلال فعالية بمدينة اسطنبول أن ضياع القدس يعني ضياع الكعبة والعواصم الإسلامية. لقد بدأ هجوم جديد يتم فيه استغلال القدس كآلية له، وهذا الهجوم يستهدف الشرق الأوسط برمته وكل المسلمين. وقد اتخذنا الخطوة الأولى ضد هذا الهجوم خلال القمة الاستثنائية حول القدس يوم الأربعاء. وسنواصل القيام بخطوات أخرى، ونحن نعرف جيدا أنه إذا فقدنا القدس لن نستطيع حماية المدينة المنورة، وإذا لم نستطع حماية المدينة سنفقد بعدها مكة، وإذا فقدنا مكة سنفقد بعدها الكعبة. لا تنسوا، فعندما نتحدث عن القدس فهذا يعني أننا نتحدث عن اسطنبول وعن إسلام آباد وجاكرتا والقاهرة ودمشق وبغداد.